اسمعوا كلام العم الحر الشريف عن الأوضاع في سوريا. قسم بالله كلام في قمة الروعة، تبارك الله. اسمع المقطع. معه والله يا عمي بنعمة فؤانية، ألف الحمد لله. يكفي إنه خلصنا من النظام القديم البائد الخنزير. ألف الحمد لله. هاي أكبر نعمة علينا، والباقي كله بيتدبر. اي والله. ما في شغلة صعبة والله، بنعمة فؤانية. يلي بيقول لك ما في عمل كذاب. مهم إنه صحتك وعافيتك عليك، هذا رأس مالك. بعدين سبحانه وتعالى حيعطيك، إن كان أعطاك قرش مربح، إن كان أعطاك مليون مربح. انت صحتك عليك، ما عاد بدك حدا، اتصالك مباشر معه سبحانه وتعالى، ما بدك حدا. مهم انه خلصنا من العصابه الخنزيره الهدم. الف الحمد لله. هاي اكبر فرجت على العباد، الله يفرج عن جميع خلقه، اللهم امين. وهلا اليوم خلصت الامتحانات وانفردت العالم من احلى ما يمكن. هلا بلشت الاعياد وشايف هيك وهدول الحلوين انتم يا عيني عليكم محلاكم. وجوه العالم كيف اليوم هيك بالعيد شايفها فيها؟ والله سرور. ايه شوف فيها سرور كثير. الف الحمد. شوف عمو السرور من وقت انه طلع النظام الكلب صار في سوريا. اي والله. هلا احنا بألف نعمه، يعني وجههم كيف في انه عم بيضحك. كنا ما نسترجي نضحك يا عمي، كنا ما نسترجي نحكي ولا كلمه، ولي عليهم كنا ما نقدر نحكي. يخرب بيتهم. هلا صرنا نشوف وجوه حلوه عم تضحك، ونشوف هالعالم هي كلها رايحه جاي مفردة العالم، ما في حدا يحاكيك. كنا ما نقدر يا عمي. الباروده كانت حاكمتنا، يخرب بيتهم. الله يرضى عليك، الله يحسن الله يخليك يا ميت اهلي وسهلا. اليوم انا مثل ابنك، اذا قلت لك انصحني شي نصيحه شو بتنصحني؟ بدك الشيء الدغري. انا من ناحيه الدين بدها تقوى الحكايه. لا انصحني نصيحه لوجه الله تعالى. هلا الحكايه اول شيء خذ الدين. متى ما كان في تقوى وصلاح كل الشغل تمام بعد منها. ليش؟ لانه كل الامور تتيسر. التقي عمو لا يخاف من حدا. رب العالمين سبحانه وتعالى موجود، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله يجعل له من امره يسرا. خلص بيسر امورك وبيعطيك. هي بدها الحكايه تقوى، بدها رحمه بين العباد. هلا في تجار، انا كل يوم بنزل على السوق والله في تجار يا عمو الله وكيلك لو بيطلع بايده اللي يشلحوك او وعيك ما بيقصروا. اي والله. ليش؟ لانه ما في مخافه من الله، ما في رحمه. اما في ناس والله اكابر، والله في ناس محترمين جدا، اما كلياتهم مثل بعضهم لا. في ناس حلوين مثل شروع احسانك، في حلوين. اي والله في ناس حلوين، في رحمه وفي اكابريه. بس في ناس والله ما في مخافه من الله عز وجل. والله. هي الشغله اللي نحن عم ننقصنا فيها، هي الحكايه. صار في استغلال موجود من طول العمر، بس زادت هلا الحكايه. زادت الحكايه لانه صارت العالم طبع. يعني الانسان شو بيطلع بايده بيقول لك هات اخضر يابس، هذا ما بيهمني، حلال حرام ما بيهمني. لكن ليش كنت انا عم لك بدها تقوى الحكايه؟ مشان الحلال والحرام. متى ما كان في شغله تقول هي حلال هي حرام. نقولها لكم بكل اختصار: مو تخلصنا من حكم العلويين النصيريين، سوريا بخير. اللي راح يجي يا محلاه. مو تخلصنا من هذا النظام المجرم، الحمد لله رب العالمين، يكفينا هذا والله.